بسم الله. بصوا يا حبايبي، بنزل معاكم باللحمه المفرومه. انا عشان بعمل كميه هقسم اللحمه المفرومه نص للقرنبيط والنص التاني بشيله، عشان ببقى عايزه لحمه مفرومه لازم تبقى معصره عندي في الفريزر. بحتاجها. شوحت البصل، ما بخليهاش تحمر ولا تغمق ولا حاجه خالص، هنسيبها بقى تفك كده مع بعضينا، وهوريكم القرنبيط وهو بيتشوح. بصوا وكده بشوحه من غير نقطه ميه، واوطي عليه بمعلقه الزبده بيتشوح يبقى زي الفل. بصوا يا حبايبي، كده هنزل بكوب طماطم على اللحمه اللي انا عصقتها. حطيت معلقتين ملح صغيرين، معلقه فلفل اسود عشان المقادير تظبط معانا. بصوا كده هسيبهم يغلوا غلوتين. بصوا اهي هيغلوا بقى شويه، وبعد كده هضيفهم على القرنبيط. بصوا كده معانا خلاص القرنبيط استوى. بصوا عشان سخن جدا. خلاص هو كده استوى على البخار مع معلقه الزبده. خلاص كده انا بقى تتسبك معايا التسبيكه بالعصاج بتاع اللحمه المفرومه، اضيفها عليها وهدخلها معاكم الفرن ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، هي كده التسبيكه خلصت. احطها معاكم بقى على القرنبيط. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اكله مفيده جدا على فكره، بالهنا والشفا. بصوا طبعا لازم نقلب عشان اللحمه المفرومه تتعمق في القرنبيط. بصوا مش بيحتاج ميه ولا حاجه خالص، عشان ما تلاقوش سحمينكم وبهدل الفرن زي ما انتم شايفين كده. بصوا خلاص كده الصينيه معانا خلصت. سهله اهي ومقاديرها سهله جدا، وشويه رز بشعريه هعملهم بقى جنبها وهوريكم شكلهم جنبها بيبقى خطير. بالهنا والشفا للي ياكل. وهدخلها الفرن نص ساعه واخرجها. رجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما خرجت من الفرن. بصوا شكلها كده بعد ما خرجت من الفرن. وده الرز القمر بتاعنا اللي هيتاكل جنبها. يلا بقى تعالى